بعد ماتش الاهلي والزمالك اللعيبه دخلت اوضه اللبس قابلت وفشها يانيك فيريرا، وعينك ما تشوف الا النور حرفيا. اللعيبه هاجمت يانيك فيريرا هجوم غير طبيعي. اللعيبه حملت يانيك فيريرا المسؤوليه وقالت له انت السبب في اللي احنا ظهرنا بيه ده. انت السبب في اي نقط الزمالك فقدها السنه دي بسبب ان الدفاع المبالغ فيه. نجيب جون تقول نرجعوا دافعوا دفاع مبالغ فيه لحد ما يخش فينا الجون الاول والثاني، زي ما حصل في ماتش وادي دجله وزي ما حصل في ماتش الاهلي وزي ما تعادلنا في ماتش الجونه. انت السبب في كل الموضوع دي. طب تفتكر بقى عزيزي الزملكاوي ان ينفع المدرب يقعد مع الفريق بعد اللي حصل ده؟ ينفع شخصيه المدرب تنفع مع الفرقه بعد اللي حصل ده؟ المشكله ان نادي الزمالك ما فيهوش فلوس عشان يدفع له الشرط الجزائي ويمشيه، وهي دي المشكله الكبيره. النادي مش قادر يدفع للعيبه مستحقاتها، والغريبه ان كل المشاكل دي على مليون دولار لو اتوجدت في النادي هتحل مشاكل الفرقه كلها، واللعيبه هتاخد مستحقاتها ومقدمات العقود والدنيا هتمشي وتتحل. طب هي مليون دولار، الزمالك مش قادر يوفر مليون دولار؟ احنا اتحسدنا يا جدعان، احنا لازم نشوف حل في الموضوع دوت.